ليه بقى كل واحد يحصل كده؟ يعني مثلا الولد اللي اتضرب بالقلم من عمرو دياب برضو نفس الحكايه، راحوا يعرضوا عليه الصلح وبتاع، راح طالب ملايين. جميل. انت مش شايف ان كده ده بيتم استغلال الاسم في سبيل ان انت تعمل ثروه؟ ما هو هستغل الاسم عشان اعمل ثروه. اسم يعني مين؟ هو لو مش امام عاشور عمرك ما كنت تطلب مليون جنيه. وهرجع اقول لك برضه لو مش امام عاشور ما كنتش انا في الموقف ده وما كنتش قاعد قدام حضرتك النهارده. ايوه ماشي، بس المليون جنيه انت لما تاخدها كده هتحس انك ما اتهزقتش خلاص؟ طب هو انا مش هاخد المليون جنيه لان اصلا يا فندم احنا المليون دي كانت تعجيزيه. انا بقول لحضرتك لا واحد لو النهارده اتحكم عليه بالحبس هيدفع المليون جنيه. لو اتحكم عليه بالحبس احنا يبقى القضاء حكم. يبقى انت استغليت فكره يبقى القضاء حكم عاشور عشان تاخد فلوس. يبقى القضاء حكم. لا يعني ما هقول لحضرتك على حاجه يعني هرجع اقول لك احنا رحنا النادي الاهلي في التجمع الخامس وانا قلتها في بدايه لا يعني الاقيم كان جه الاقيم اللي كان جه امام عاشور اعتذر ولا يدفع 5 مليون وكان جه في نادي التجمع. انا بسالك تمام. لا كان جه. طيب ولو جه دلوقتي مش هتطلب حاجه؟ لا خالص ولا مليون يعني لو جالك كابتن امام عاشور دلوقتي قال لك ما تزعلش مني خلاص ما فيش ولا مليون ولا 5 انا ولا مليون ولا 5 مستمرين في اجراءاتنا القانونيه وميعادنا يوم 5 اكتوبر. تمام. ايا كانت الحكم اللي هتصدره القضاء ايا كان الحكم حتى لو بالبراءه ايه ده؟ ما بقول عليه حاجه ثانيه خالص. ايه بقول لك لو هو جالك بكره قال لي قبل هديك القضية مليون لا ما فيش مليون قال لك خلاص انا اسف ما تزعلش مني لا برضه ليه؟ جاي بعد ايه؟ يعني ايه جاي بعد ايه؟ جاي بعد ايه؟ يعني يطلع يعمل لك فيديو اعتذار شكرا. ليه؟ شكرا مش عايزه. هو ده لا عايز المليون جنيه ولا عايز المليون جنيه. ما قلت لك اهو لو عمل فيديو اعتذار تمام وقدم ال 5 مليون جنيه احنا ميعادنا يوم 5 اكتوبر حضرتك بتسجلي ماشي بتصريح اتحكم عليه بالحبس وخدت انت المليون جنيه هنشتغل في اجراءاتنا المدنيه وتعويض مدني وساعتها بقى الكلام ده في لجنه تتكلم فيه في لجنه قانونيه تتكلم فيه في لجنه يعني لو اتحكم على كابتن امام عاشور بالحبس مش هيتم التصالح نظير فلوس؟ مش انا اللي اقول الكلام ده في ناس معايا تقدر تقول الكلام ده ايه ده؟ لكل مقام مقال. الناس بتكرهك كده. تكرهني ليه؟ عشان انت كده عايز الفلوس بس مالهاش هرجع اقول لك تاني اهو يعني انت بتستغل قصدي الموقف عشان فين الموقف اللي بستغله يا فندم؟ هو انا ضامن النهارده ان يوم 5 اكتوبر ما ياخدش براءه؟ لا انت عارف مش هياخد براءه. طب وليه عارف؟ بتصور وهو بيضربك. طب وليه عارف؟ هي طبيعي. طب ما ممكن ياخد حكم مع الايقاف. ليه؟ وارد. ليه؟ لا وارد. هو مش قضاء وارد ياخد حكم مع الايقاف يبقى كنت استفدت بقى بال 50,000.